السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينيه بطاطس خطيره، مش باللحمه ولا بالفراخ. النهارده هنغير في صينيه البطاطس بتاعتنا، وان شاء الله هنعملها بالجمبري. شايفين؟ وحوش اهي، مش جمبري، ده جمبري جامبو، مش غالي يعني، بلاش نقول ثمنه دلوقتي. خليه في اخر الفيديو. كل اللي احنا عايزينه كيلو جمبري، ممكن تجيب المقاس الاصغر من كده ما يجراش حاجه. عايزين بطاطستين متقطعين رقيق كده، مش زي صينيه البطاطس العاديه بتاعتنا، عشان طبعا الجمبري ما بياخدش وقت في السوا. برضو طماطمتين متقطعين طرنشات برضو رقيقه. عندي هنا كوبايه صغيره اللي هي كوبايه القهوه دي، او فنجان قهوه، بس كوبايه الا ربع او فنجان الا ربع. عندي هنا بصله متقطعه كده طرنشات، وكمان 4 فصوص توم كبار متقطعين برضو طرنشات. معايا ليمونتين، وعندي هنا الجمبري. معايا الخلطه بتاعت السمك اللي احنا عملناها قبل كده كتير في اكلات السمك بتاعتنا، اللي هي بتتكون من فلفل وثوم وكمون وملح وليمون، شويه تحبيشه كده. ومعايا كمون، معايا فلفل اسود، معايا ملح. بس كده نبدا نشتغل بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا بوله فاضيه هبدا احط فيها الجمبري عشان اقدر اتبله براحتي، ما تحكمنيش الصينيه اللي انا هعمل فيها. الليمون، انا هكتفي بليمونه ونص عشان الليمون ده فيه ميه كتير. الزيت نص كوبايه الزيت اللي احنا عاملينها، اللي هي 3/4 الكوبايه، نحط نصها بس هنا. واضيف معلقه التتبيله بتاعت السمك، الكمون، وكمان الملح، وهقلب كده كله ببعضه تقليبه. يعني حبذا لو التقليبه دي كده الجمبري قصدي في الخلطه بتاعته ساعه قبل ما تعمليه، ده لو فاضيه يعني، انما لو مش فاضيه مفيش مشكله خالص. كل اكل المحلات اللي احنا بنروح ناكله بيتعمل في ساعتها واحنا قاعدين. انا كده تبلته قلبته كويس، وهبدا اشوف الخضار بتاعي احطه ازاي. صينيه فاضيه نحط البصلايه والثوم اللي احنا قطعناهم طرنشات، نوزعهم كده في الصينيه كويس. على فكره ممكن كل المكونات دي تحطيها في ورقه زبده وتدخليها في الفرن وتبقى ورقه جمبري عادي جدا، وهتبقى تحفه. البطاطس هنا مش متقطعه تخين عشان بس ما تاخدش وقت معايا في السوا وتخلي الجمبري بتاعي يشد. احنا كل الموضوع اللي عايزين نقعد يعني في الفرن 10 دقايق بالكتير قوي. اهو دول بطاطستين كمان مش كبار، مش متوسطين الحجم. كمان كده هضيف الطماطم، كمان دلوقتي انا فكرت اضيف قرن فلفل كده على وش البطاطس، لقيته هيديها طعم احلى، بس بصراحه انا ما كنتش قايله لكم عليه في الاول يعني. ما علينا يا جماعه، عدولي والنبي. مش عارفه هو حراق ولا بارد؟ حراق. لا بارد، مش هو ده الهدف. طالما بقى قرن الفلفل بتاعنا المتوحش ده طلع بارد، وطلع ان مش بالحجم، احنا ممكن نجيب قرن بقى متوحش من ده كده، ونقسمه نصين ونفتحه بس كده، ونضيفه تحت الجمبري بس كده عشان يدي للموضوع ايه طعم. بس خلي بالك لحسن حد ياكله، او خليه هو ونصيبه بقى اللي ياكله. احنا كده خلاص جهزنا صينيه البطاطس، نبدا بقى نرص في الجمبري بتاعنا. عايزين نرصه رصه حلوه كده
عشان لما يستوي يطلع ايه، واو. احنا مكلفين يا جماعه وصارفين وعايزين ايه، الناس تتبسط. ايه فنانه. بس كده تمام. انا رصيت الجمبري بتاعي فوق البطاطس. عندي بقى اللي هي شويه التتبيله دي اللي هي بقيه الخلطه بتاعت الجمبري. هضيف لها بس حبه ملح صغيرين كده، واضيف بقيه كميه الزيت اللي احنا كنا شايلينها من الاول. يبقى احنا استخدمنا فنجان الا ربع للوصفه كلها. وهبدا بقى اسقسق بس كده عشان نطعم البطاطس اللي تحت، وعشان كمان يبقى فيه سائل اللي يطلع بخار عشان الجمبري بتاعي يستوي. بس كده ده كان شكل الصينيه بتاعتنا. هندخلها الفرن ونشوف هتطلع شكلها عامل ازاي. وكده بقى يا حبايبي نكون خلصنا صينيه البطاطس بالجمبري. طبعا شايفين شكلها عامل ازاي. انا عايزه بس اوريكم البطاطس من تحت عشان ما تقولوش بس البطاطس ما تلحقش تستوي. البطاطس اهي مستويه خالص متفتفته، لان احنا اصلا كده كده مقطعينها رقيقه جدا، فاستوت معانا بسرعه وطلعت زي الفل كده، وريحه البيت اتقلبت وبقت جميله. يلا لو عجبتك الطريقه بتاعتي جربيها، وسبسكرايب وشير وكمان لايك وحبه كزبره كمان معاهم. وسلام.